عصير ليمون نعناع انتعاش. عايزه اقول لك حاجه كده منعشه لحر الصيف اللي احنا فيه ده. يلا بقى نعمل موهيتو نعناع بالليمون او عصير ليمون نعناع. عايزه اقول لك احلى من الكافيهات الف مره. اليومين دول النعناع الاخضر في السوق حلو جدا فريش ومتوفر كتير. يلا نعمله بكل سهولة. جبت حزمة واحدة من النعناع الأخضر، غسلتها كويس جدا وحطيتها على مصفى كده علشان تصفي. بصوا هنا يا حبيباتي، أنا هقطف النعناع بتاعي، هقطفه وآخد الورقة الخضراء بس. تمام، كل اللي هحتاجه الورقة الخضراء وبقطفه بالشكل ده. وهنا أنا قطفت نص الحزمة بس، مش محتاجة أكتر من كده. تمام، هجيب بقى الخلاط بتاعي، أحط فيه ورق النعناع الأخضر اللي أنا قطفته بالشكل ده، وأحط عليه عصير ليمون 5 ليمونات. ده عصير 5 ليمونات معايا بالشكل ده. بعد كده احط السكر بتاعي، طبعا تحطي السكر اللي انت عايزاه. هنا بقى بصوا انا هحط 2 كوبايه ميه بس. هنا بعمل معايا ليمون بالنعناع مركز. ليه مش بخففه من الاول؟ لاني لو خففته النعناع مش هينعم معايا. فانا الورق الاخضر ده لما بينعم مش بيكون ليه اي اثر، مش بحتاج حتى ان انا اصفيه بالمصفى ولا اي حاجه. فضروري جدا نضربه الاول مع كميه ميه صغيره. بعد كده هبدا ان انا ازوده ميه ومكعبات تلج. يعني هنا مكعبات التلج دي طبعا هنا خففته، وكمان ضفت شويه ميه، فبكده خففت العصير بتاعي لانه مركز. وطبعا ظبطي السكر بتاعه وما شاء الله تشربي احلى موهيتو نعناع او احلى عصير نعناع ليمون في الدنيا. عايزه اقولك ان نكهه النعناع هنا جميله جدا بجد. اعملوه بالطريقه دي تحفه ما شاء الله، منعش جدا ولذيذ وكمان مفيد. ما تنسوش بقى لايك الجميل من ايديكم، واكتبي بقى تعليق ولو بحرف علشان ده هيساعدك ان الفيديوهات توصلك بعد كده. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.